القشرة بتتكون من 3 أنواع من الصخور. الصخور الرسوبية، ودي بتتكون عن طريق عمليات الترسيب أو التعرية زي الحجر الرملي. والصخور النارية اللي بتتكون لما الماجما أو الصخور المنصهرة اللي موجودة في باطن الأرض بتطلع للقشرة الأرضية وبتتصلب بسبب تأثير انخفاض درجة الحرارة، ودي زي الجرانيت. والنوع الثالث هو الصخور المتحولة، ودي بتبقى صخور رسوبية أو نارية لكن اتأثرت بعوامل تحول زي الضغط والحرارة، غيرت من خصائصها الأصلية زي الرخام. ودايما في توازن بين ال3 أنواع. المكونات الأساسية في القشرة هم نوعين أساسيين. صخور لونها غامق بتبقى موجودة في الجزء اللي تحت البحار والمحيطات، بتتسمى صخور السيما، زي البازلت الأسود اللي بنشوفه مغطي دايما الأرض تحت القطر أو المترو. وبتتكون من نسبة قليلة من السيليكا ونسبة عالية من المغنيسيوم اللي بيديها اللون الغامق. والنوع التاني اللي لونه فاتح وبيتسمى السيال، وبتبقى موجودة في القارات زي الجرانيت اللي بيتعمل بيه الأرضيات